مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى قلنا نعمل كده مع بعض اكله بقى انا كان نفسي اعملها بصراحه من زمان. الحمام الكذاب. طبعا انا يعني كل مره اقول هعملها والمره دي جازفت بقى وعملتها، بس بصراحه طلعت جميله جدا وسهله جدا. عملتها على صينيه بطاطس. طبعا هي ليها كذا طريقه، مش الطريقه دي بس، هي ليها كذا طريقه، بس انا عملتها باسهل طريقه. وكمان لقيت ام محمد معانا برضو صاحبتي وحبيبتي، يعني لقيتها عملتها برضو ولقيتها سهلة جدا. فبصراحة خدت منها الطريقة وعملتها، وطعمها جميل جدا. وبصراحة هي عاملاها برضو بطريقة جميلة وتسلم ايدها. وبألف هنا وشفا كده للي كل. وسهلة جدا وما خدتش وقت برضو. هوريكم بقى الطريقة. عملنا ايه؟ جبنا الوراك بتاعتنا، ودي الخلطة بتاعتها. 2 من الطماطم وفلفل وبصلة، فطبعا ضربتهم في الكبة. طبعا الوراك قدامكم اهي، طبعا مخلية، وراك مخلية. ضربتهم في الكبة مع التوابل، طبعا ملح وفلفل اسود وبهارات. بقوا بالشكل ده كده. نتبلها بقى. طبعا ده انا جبتها قبلها بيوم، حطيتها في التلاجة تتشرب من الخلطة بتاعتها. كان عملتها بالليل وحطيتها في التلاجة لتاني يوم. تبلتها كده بالظبط كده زي البانيه ما بنتبل البانيه. طبعا كان طعمها جميل جدا والله، يعني يا ريت تجربوها، ومفيش اسهل من كده. اه تبلتها معاكم. انا كنت جايبه 6 من الوراك. وطبعا خليت الراجل اللي ذبحهم يعني كده، خلاهم لي. وده الشكل بتاعه. حطيته بقى في التلاجة لتاني يوم. نبدأ بقى تاني يوم بقى. جبنا بقى الحلة بتاعتنا، نعمل بقى الرز اللي هنحشي بيه الحمام الكذاب. جبت بصلاية، ما بشرتها، طبعا رفيع. وحطينا معاها عود قرفة وورق لوري وفلفل اسود وملح وحبتين حبهان بس. طبعا بيديها ريحة ونكهة جميلة جدا. طبعا يا دوبك هي بس تدبل، مش هتتحمر معانا. جبنا كوبايتين من الرز، غسلناهم طبعا وصفيتهم كويس. ونزلنا بقى عليهم بعد ما صفرت بس البصلة، يعني صفرت بس، مش اتحمرت. قلبناهم طبعا كويس. وحطينا بهارات. دول هم 7 بهارات. بيدي طبعا ريحة حلوة قوي للحشو بتاع الحمام او الوراك كده، لحد ما تشرب معايا خالص كده. ننزل كوباية من المية، نحط كوبايتين بس من المية، ونقلبهم كويس. ونغطي عليهم بقى وسيبهم ايه يستووا. طبعا مش هنعمل لهم سوا كامل، هيبقى نص سوا بس كده. طبعا لما يغلي هنوطي النار عليه. وده الشكل بتاعه بعد ما بقى نص سوا بس. طبعا هناخد جزء منه لحد ما يبرد خالص كده عشان نعرف نحشي بيه. نحضر بقى البطاطس بتاعتنا. جبنا 1.5 كيلو من البطاطس، قطعناهم حلقات. طبعا انا عاملاها معاكم قبل كده في القناة. وجبنا طماطم وبصل وفلفل وطماطم. ده كيلو من الطماطم، كنت طبعا انا عاملاه معاكم قبل كده. مسبكاه. بحب على طول اجيبها اسبكها واشيلها مسبكه جاهزه، تبقى سريعه كده وسهله، على طول اعمل اي حاجه تبقى جاهزه معايا. طبعا نجيب الصينيه بتاعتنا وننزل بقى بيها بالمكونات كلها. وحطينا فلفل اسود وماجي وملح وحبه بهارات برضو على البصل والقوطه. طماطم، في ناس بتقول قوطه وناس بتقول طماطم.
احنا عندنا كمني بنقول قوطة على طول، فبنقول قوطة بصراحة، بس هي يعني طماطم. طبعا قلبناهم كويس جدا، ونزلنا عليها بالبطاطس، اديناها تقليبة كده. اهو كده تمام. طبعا بعد ما قلبناهم هننزل عليها بالطماطم، وهنسيب حبة كده نحطهم على وش الحمام الكداب. او كده بقى ايه، خلصنا البطاطس خالص، هنركنها بقى على جنب. كده تمام. هنرجع بقى للرز بتاعنا الحمام الكداب. طبعا انا اول مرة بصراحة اعمله، فيعني كويس اللي طلع معايا الشكل بتاعه كده النهائي، يعني كويس يعني، وسهل جدا على فكرة وطعمه تحفة وريحته تحفة. يعني هو بيستوي مع البطاطس، ريحته بصراحة كانت مالية الشقة وطعمه جميل جدا. طبعا بنمسكها كده وبنحاول نقفلها بقى كويس، نحط جواها الرز ونقفلها كويس. طبعا أنا كان عندي اللي هو الخلة اللي هي الرفيعة دي، بحاول بقى اكتفها كده بس كده، وبنحط جواها الخلة، نحاول نقفلها كويس عشان الرز ما يقعش منها. وطبعا يعني انا قفلتها على قد ما قدرت، وكده كده انا مش هحطها في شوربة يعني، فبالتالي الرز كده كده يبقى ماسك فيها. هحطها على وش البطاطس، يعني الشكل النهائي بتاعها تحفة بصراحة. قفلتها بقى كده على قد ما اقدر. اهو كده تمام. اهو كده بص شكل الحمام بالظبط فعلا. نعمل واحدة تاني معاكم. طبعا مخلي مفهوش اي عظم خالص، طعمه تحفة بصراحة، وسهل جدا زي ما انتوا شايفين. طبعا بنحاول نقفلها برضو كويس. ما شاء الله تبارك الرحمن، اتمنى تجربوها. اهو ده الشكل النهائي بتاعها اهو. هنخلص الكمية ونرجع لكم تاني. اهو كده خلصناهم. بس نجيب صينية البطاطس بتاعتنا ونحطهم على الوش، وننزل عليها بقى بالطماطم اللي كانت فايضة في الطبق معانا. نحاول بقى كده نوزعها كويس على الوش بقى كده بتاع الحمام الكداب. طبعا هنولع عليها البوتاجاز شوية فوق، يدوبك تغلي بس كده، يعني دوبك 10 دقايق بس. ننزل عليها بشوية زيت ومعلقة سمنة كده. طبعا الوراك الحمام الكداب ده بيدي طبعا طعم حلو للبطاطس، في نفس الوقت بيستوي. شوفوا بقى الشكل النهائي بقى لما يخرج من الفرن، وبعد كده نحطه بعد ما يدوبك 10 دقايق بس على البوتاجاز من فوق. هنسيبه 10 دقايق، مش هنغطيه ولا حاجة، نحطه في الفرن. يدوبك ما فيش، ما خدش وقت خالص بصراحة، يعني نص ساعة بس. حطيته على الشبكة، وبعد كده قمت يدوبك استوى، ولعت عليه الشواية، خد طبعا معاكم اللون ده زي ما انتوا شايفين، تحفة بصراحة. طبعا غرفناه في الأطبقة البطاطس بتاعتنا،
كنت طبعا عملته جنبه رز بشعرية عشان الاولاد بيحبوا الرز مع البطاطس، وعملت جنبه سلطة. طبعا البطاطس استوت وبقت زي الفل، والحمام الكداب استوى. صراحة كان جميل جدا وعجب الاولاد جدا، شكل الحمام بالظبط. طبعا الخلة بتتشال بكل سهولة زي ما انتوا شايفين، وطبعا مش محتاج اللي احنا نقفله. في ناس بيقفلوه بإبرة وخيط وكده، بس هو مش محتاج لان احنا كده كده ما سرقناهوش، حطيناه على صينية البطاطس. فهو محتفظ بالرز بتاعه زي ما هو. وطبعا الرز استوى وبقى جميل جدا. عملت جنبه شوية رز بشعرية، وده الشكل النهائي كده بتاعه. وعملت سلطة، وطبعا كان في ترشي عندنا برضو. بس وبألف هنا، اتمنى تجربوه. وهو اكلة كده على السريع برضو. وطبعا بقية الرز احنا سويناه، كملنا السوا بتاعه، وطعمه جميل جدا. انا بحب اصلا رز الحمام ده. اهو الشكل بتاعه النهائي. بألف هنا عليكم حبايبي.